وابتديت الخدمه، ما حسيتش ان انت يعني خايف عايز ارجع مش عايز اكمل، انا هعمل ايه صحيح في البلد دي؟ انا قلت لك في الاول كان مبدئي كلمه لا تخف. اه انا ما كنتش بخاف، حلو. كان مفيش خوف. فقلت انا هروح. لسه متمسكين طبعا بلا تخف، طبعا لسه لا تخف، معانا. طبعا لا تخف. فقلت خلاص انا هكمل. حصلت ظروف، وبعدين جه الانبا ديميان استقبلني ورحت البلد اللي هي هوكستر دي. بالمناسبه الفلوس بقى اللي سيدنا البابا ادهاني وانبا يوسوس ادهاني، المفروض في كارت فيه ادرسه في العنوان اللي انا هروح فيه على في الدير اللي هو عند الانبا ديميان ده، على بعد حوالي ساعتين من مطار فرانكفورت. فانا بصيت ما كانش فيه خرايط، لقيتش حد مستني بره، فجبت البوليس، لقيت 2 بوليس ماشيين، كان المطار فاضي بقى. فقلت له لو سمحت انا محتاج مساعدتك. قال لي ايه؟ قلت له محتاج اروح المكان العنوان ده. فبص كده، طبعا ما كانش في زمان ايفون ولا ايباد. أيوة. فقال طب نشوف على الخريطه على الحيط. قعدنا ندور، لقينا البلد مش واضحه قوي، بلد صغنطوطه كده اسمها هوكستر. فقال لي انا مش عارف هي فين، يعني انا مش عارف توصل لها ازاي. فانا بسذاجه جدا قلت له انا معايا فلوس، انا ممكن اخد أيوة. تاكس. أيوة. قال لي تاكس؟ طبعا التاكسي هناك غالي جدا مش زي هنا، ونيافتك مفكر زي في تاكس مصر. من المطار مثلا اروح شبرا اروح كده. لا قال لي لا ده this is very very expensive. فقلت له، قال لي لا يعني انت حر. غالي قوي. راح بص لصاحبه طبعا وقال له ايه الراجل اللي هيكتب لك التاكسي ده؟ لسه جاي بقى. جاي من بلدهم وكده. بس وبعد كده جه الانبا ديميان، اتقابلنا ورحنا، قعدت عنده ساعتها في الدير. بدايه حياتي كانت في الدير. كان معانا في الدير ساعتها سيدنا الانبا غبريا الانبا بشوي اللي هو حاليا نيافه الانبا جبرائيل اسقف فيينا. وكان الانبا ديميان، وكان في بعض الشباب اللي هم بيرمموا الدير. كان في شباب من مصر من الاقصر واسوان بيرمموا الدير وبيمحروا كده. فسيدنا قال انا محتاج نعمل رهبنه او بدايه، يعني بدايه الخدمه كانت مع نيافه انبا ديميان.